هل تصدقون أن كلبا واحدا قاد إلى نزاع بين دولتين؟ دعونا نشاهد سويا كيف تطورت حرب الكلب النرويجي. البداية في عام 1930 كان هناك كلب صغير يدعى بيتز، كلب عادي. بيتز كان كلبا ألمانيا بلجيكيا محبوبا يعيش على جزيرة إيستر في المحيط الهادئ. تبدأ المشكلة عندما بدأت تنتشر شائعات عن مرض الجدري بين الكلاب في المنطقة. أصبحت الكلاب في إيستر مصدر قلق، وهنا جاءت اللحظة الصادمة. تم قتل بيتز. نعم، تم قتل الكلب بسبب مخاوف من انتشار المرض دون تحقيق مسبق. خبر مقتل بيتز وصل إلى النرويج، ولكن لم تكن ردود الفعل عادية. شعر النرويجيون بالغضب والاستياء. كيف يمكن لمقتل كلب واحد أن يتحول إلى نزاع دولي؟ تصاعد للتوتر. مع تصاعد للتوترات قررت النرويج إرسال سفينة حربية إلى إيستر. أصبح الأمر أكثر تعقيدا وتوترا. هل كان هذا سيكون نهاية الموقف؟ نهاية مفاجئة. قبل أن تصل السفينة النرويجية حدثت مفاجأة غير متوقعة. توصلت الجانبان إلى تسوية سلمية. تم تقديم تعويض مالي لإيستر ووعود بالمساعدة الطبية. الختام. وهكذا انتهت حرب الكلب النرويجي بطريقة غير متوقعة تماما. تذكرنا هذه القصة بأهمية التفاهم والتسوية السلمية في حل النزاعات، حتى لو كان الأمر يتعلق بكلب واحد.